هذا واحد المشروع كيهم العيالات، مشروع كيهم النساء فقط. سمعي يا لالا، دابا العلم تطور، ما بقيتيش غادي تحملي واحد الحمل طبيعي، لا، غادي يشدوا البويضه ديالك وغادي ياخذوا الحيوان المنوي ديال الزوج ديالك وغادي تعطيه ليهم وغادي يحطوه في واحد الرحم اصطناعي. هذا المشروع هذا سميتو ايكتو لايف، يعني رحم اصطناعي. غادي تعطيهم المسائل ديالكم وغادي دوز واحد 9 شهور وغادي تجي يا لالا غادي تاخذي ولدك مقمط مصمط ولا بنتك في مانطه بيضاء، ما غاديش تحملي، ما بقيتيش غادي تمحني سيداتي. جميل، هذا واحد المشروع جديد، مشروع الرحم الاصطناعي. كما كاين دابا الذكاء الاصطناعي الاي اي شات جي بي تي، كتهضر معاه كيجاوبك بطلاقه وسلاسه، حيت شحال هذه واحد 30 عام كون قلنا لك غادي يكون واحد التطبيق كيتجاوب معاك وكيهضر معاك ما كنتيش غادي تثيقوا. دابا الالا واسيدي كاين واحد المشروع جديد سميتو الرحم الاصطناعي من مشروع ايكتو لايف. المراه ما بقاتش غادي تحمل حمل طبيعي، الدري ما بقاش والجنين غيكبر في كرشها 9 ديال الشهور، لا، تياخذوا البويضه ديال الام وتيلقحوه بالحيوان المنوي ديال الزوج ديالها وكيحطوه في واحد الكبسوله. ديك الكبسوله كيكبر فيها الجنين من بعد 9 شهور، كيجي الابوين كياخذوا الابن ديالهم. ما رايك؟ وهذا المشروع دابا حاليا راه مازال قيد الدراسه وقيد الاختبار، يعني راه هو كيقول لك جاي، يعني هما قبل بيخرجوا لك بشي حاجه راه كيمهدوا لك ليها. وهذا الشيء هذا ديجا كنا شفناه في الافلام والمسلسلات، كما شحال هذيك كنا كنشوفوا الروبوتات والذكاء الاصطناعي والسيارات الغير اللي ما كتمشيش بالبترول والسيارات اللي غتولي كطير والحضارات الغابره والحضارات القديمه، هما اي حاجه كيمهدوا ليها. هذه القضيه ديال الكبسولات اللي غادي يشدوا فيها البويضه والحيوان المنوي ديال الرجل وغادي يحطوها ل 9 شهور وهي غتكلف ديك الكبسوله. انا جايكم في الفيديوهات نقول لكم بحال اجيكم في التفاصيل، غنقول لكم بحالاش هذه الكبسوله كتخدم. هذا المشروع انا ملي بحثت عليه وتعمقت فيه وبحثت على الخبايا والتفاصيل ديالو راه صدمني. راه واحد المشروع راه خطير، راه غادي يقدر يهدم لك بزاف ديال المعتقدات في راسك، غادي يخليك تحل عينيك على شي حقائق وشي وقائع لاول مره غادي تسمعها الا تعمقتي بزاف. حيت هادشي دابا اللي كتشوف ديال الاي اي وديال هاد الكبسوله اللي كنهضروا عليها دابا وديال الحضارات القديمه، هذه راه غير قشره. الحقيقه دايره بحال شي بصله، كل ما كتحيد كل ما كلها قشور، كتحيد قشره كتخرج لك قشره ما غتجي فين توصل اللب وتعرف الحقيقه حتى تدمع عينك، يعني حتى تبكي، تتولي عايش فيما يسمى جحيم الوعي. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الكبسوله، الرحم الاصطناعي. فهما قال لك درناه وخرجنا هذا المشروع للعيالات اللي ما بقاوش قادرين انهم يحملوا، يعني كيكون عندها عقم ولا دارت استئصال للرحم، يعني ما قادراش انها اولا الجسم ديالها حاليا دابا كتشوفوا ما اصلا داكشي كما قلت لك جاي مبرمج. دابا في الاول بداو عليكم بالاطعمه الغير صحيه كيحشيوها للمراه كما قلنا كتلقى العروق ديالها دايز فيهم الكيتشوب كلها لي صوص عامره بطاكوس، يعني كيفاش هي القدره الجسمانيه ديالها لتحمل الحمل ما بقاتش. داكشي علاش كيخسروك من جهه وكيعطيوك الحل من جهه، ولكن خص يكون لاباس عليك. وراه هادشي فري، راه ماشي ما كاينش هذا المشروع، هذا المشروع هذا راه كاين ديال ايكتو لايف. عاد شد البويضه ديال المراه والحيوان المنوي ديال الرجل وغادي نمشي نحطوه في واحد الكبسوله وغادي يبدا الدري كيكبر قدام عينيك. لماذا؟ دابا كاين اللي كيقول لك وكيفاش باش نعرفوا انا ولدي. ديك الكبسوله مزوده بكاميرات، كلها كاميرات، وكيكون انستالي عندك في التليفون. يعني سيداتي وسيدي كتبقى راقب الولد ديالك وهو تيكبر في ديك الكبسوله في اي لقط في اي وقت. كتدخل في اي ثانيه في اي دقيقه عندك مراحل النمو ديال الجنين ديالك، كتدخل كتشوف ولدك كيفاش كيكبر من بعد اسبوع من بعد نهار من بعد ثانيه، ومراقب بالكاميرا ومراقب كذلك بالذكاء الاصطناعي الكبير اللي كيدير ليه تحاليل، يعني كيشوفوا شنو خاصو شنو ما خاصوش شنو ناقصو. وهاد الكبسولات هذه مثلا كتكون محطوطه يعني بحال قلنا واحد الحقل واحد المزرعه ديال الكبسولات مزوده بجوج ديال المفاعلات. المفاعل الاول مفاعل حيوي، هذا المفاعل اللي كتشوفوا دابا هذا الدور ديالو هو يزود الكبسوله ويزود الجنين والطفل عن طريق حبل سري اصطناعي مضروب فيه باش يزودوا بالمواد الاوليه للعيش، يعني القوت المأكل والمشرب وداك الشيء كيفاش كيدوز ليه، وبالاكسجين وبالهرمونات ديال اللي كتساعدوا على النمو. وكاين مفاعل ثاني هذا حيوي الدور ديالو هو شفط الفضلات، يعني الجنين كياكل وكيخرج هذاك الثاني الدور ديالو هو شفط الفضلات والسموم كيحيدها من ديك الكبسوله. والدري راه تيكبر تما في ديك الكبسوله على خاطرو وراه مراقب بالذكاء الاصطناعي اللي اكثر تطورا من الطب حسب ما يقولون. هذه الهضره بعدا كامل اللي تنقول انا حاليا حسب ما جاء في مقالات وفي تقرير هذا المشروع، يعني انا ناقل للخبر كنقول لك اشنو جاي، ناقل للخبر حسب بعض الكتب ديالهم وحسب ما يقوله المهندسون والخبراء والعلماء في مشروع ايكتو لايف. يعني هذا ليس اقوالي وانما اقوال
ذلك العلماء. جميل. قال لك اسيدي دابا الناس كيخرجوا كيسولوا الاسئله اللي تقدر تطيح عليك، اي ولا تقطع الضوء ولا مشات الكهرباء. كيقول لك اسيدي بلي هذا المشروع ديال ايكتولايف كيقول لك خدام بواحد الكهرباء اصلا نقيه، كهرباء ديال الطاقه الريحيه والطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، وعندهم مولدات ديال الطاقه قادره انها تبقى خدامه هذاك المشروع لمده 100 عام. يعني الكهرباء وحده اخرى ما كتعرفهاش نتايا، كنعرفها غير انا وهذوك العلماء وبعض الفئات القليله من الناس اللي كتسمى الكهرباء ربما المجانيه. ودابا ندوزو، يعني راه الفيديو كبير، راه درت ليه تجزيء، ما بغيتش نعطيكم جميع التفاصيل. هادشي هذا غير القشره كما قلت لك، القشره اللي غادي تخليك كما قلت لك دير اعاده النظر. الناس ديال الفلسفه وناس ديال العلوم وناس ديال الوعي بزاف. اسمعني اش قال لك اسيدي، قال لك هذا المشروع هذا ديال ايكتولايف، يقولون خبراء ومهندسو مشروع ايكتولايف حسب ما جاء في تقاريرهم انهم شي حاجه في الهندسه الوراثيه، يعني في الجينات، قادرين يتحكموا في ازيد من 300 يعني وراثه. مثلا اللون ديال الاعين ديال الجنين انت كتختارو، اللون ديال الشعر كيفاش بغيتي الرموش يكونوا. بل العجيب والغريب اللي جا في هذا التقرير هو انه يمكن لك تختار واش بغيتي ولد ولا بغيتي بنت. ما رايك؟ هذا مشروع كما قلت لكم ديال ايكتولايف. الا بغيتي بزاف ديال التفاصيل سير بحث عليه وقلب عليه وغوص. تخيل معايا قلت لك راه اكثر من 300. بغيتي تحدد الطول، بغيتي تحدد الشكل، يعني بزاف. هادشي هذا قلت لك، هذا العلم هذا وصل زعما لشي مراحل اللي جميله من واحد الناحيه. يعني كتهرس ليك الناس بعد اللي هرسوا بعد القيود الفكريه ديال شحال هذه، هرسوا القيود. يعني انسان متحرر فكريا وكيخدم بالمنطق والعقل. هذا المشروع هذا راه كيتبت ليه باللي راه فري خاصو يعتمد على العقل ديالو اصلا، وكيعرف شي خبايا واسرار. كما قلت لكم في الاول هذه غير البدايه. حنا دابا كيقول لك عايشين في احسن فتره زمنيه مرت في التاريخ، لان عندنا التكنولوجيا. بغيتي تطير، بغيتي تسافر، بغيتي تاكل، بغيتي تشرب، بغيتي تنعس، الامن والامان والاستقرار بخير. ما كتزرع ما تحصد، عندك الفلوس خدام راه غادي تعيش. حتى لا ما عندكش راه غادي تعيش. خصوصا هاد التكنولوجيا وكتشوف الويفي والكره والعالم والتليفون وكل شيء رخيص ومن هبه ودب. بغيتي السبايا الجواري اللي بغيتي. يعني قال لك حنا حاليا كنعيشوا في احسن حقبه زمنيه مرت في التاريخ. وشنو هو اللي خلاها تكون هكا؟ هي التكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي خلاتنا زعما نعيشوا بحال هكا مزيان ومازال. راه تخيل معايا قلت لك شي التكنولوجيا ديال الذكاء الاصطناعي بوحدها، وهاد القضيه ديال الرحم الاصطناعي وديال الروبوتات، هادشي كامل تيقول لك راه مجرد بحال غير 0.3%. ما رايك؟ اقسم بالله الا 0.3%. شي الذكاء الاصطناعي وهذا الرحم الاصطناعي اللي دعوت لك عليه 0.3%. اذا البقيه في نظرك انت عباره عن اش غادي تكون؟ لك ان تتخيل. خلينا في التعاليق بعدا شنو بان لك. الا وصلتي معايا الفيديو حتى لهنا خلينا في التعاليق شنو بان لك في هذا المشروع ديال ايكتولايف ديال الرحم الاصطناعي. واش بعدا كاين ولا ما كاينش؟ واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ وكيفاش يتحكموا في القضيه ديال الدري؟ نتناقشوا في التعاليق. ومرحبا بك معنا في هذه القناه اللي كنجيبوا فيها بحال هذه المواضيع اغلبيه ديال القضايا الغادره والمدفونه والسريه. دير متابعه ودير اشتراك ودير داكشي اللي خاص يدير. ما ولفش كنقول بحال هاد الهضره. بغيتي تشترك مرحبا، ما بغيتيش كاع لا سير في حالك.